عشان اعرف الشرب بتاعي صح ولا لا، زي ما قلنا هنروح للي هو الحمام، لان ده اكتر مكان كريتيكال عندي في الشقه. هتنقل خلاص الشرب بتاعك، تمام. وبعد ما نقلت الشرب بتاعك وعملت علامه اللي هي المثلث المقلوب بتاعه الشرب، هتقوم رايح فرد المتر، والمفروض تقيس من مكان الشرب لحد ارضيه الخرسانه. طبعا انا بره قدام باب الشقه كانت متر 10. حد هيقول لي المفروض انها تطلع متر 10 لان المفروض يبقوا قد بعض. لا، انا في الحمام لو تفتكروا دايما كنا بنقول ان احنا بنهبط بلاطه السقف بتاعه الحمامات، طبعا عشان بقى في مواسير، في عزل، في بيبه لوحدها اصلا 12 سنتي. المهم ان انا كنت بهبط البلاطه بتاعه سقف الحمام. فانت المينيمم بتاعك الشرب بتاع الحمام لازم يطلع متر 14 سنتي، اقل من كده مرفوض، تمام. فلو طلع متر 14 تمام، يبقى احنا كده الفرض بتاعنا صح، والمتر 10 اللي بره تمام. لو طلع اقل من كده لازم تظبطها بحيث ان هي مينيمم متر 14. عندك متر 15 تمام، متر 16 تمام. بس في نفس الوقت ما تقعدش تزود قوي في منسوب اللي هو يعني طبقة التشطيب.